السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. برحب فيكم من جديد وبرحب بكل المتابعين الجدد اللي انضموا للقناة، وبحب لكم كمان كل عام وانتم بخير، وبحب هنيكم بحلول عيد الفطر السعيد. أكيد عيدنا ما بيحلى إلا بريحة المعمول والمحلب اللي بتعبي كل البيت. لهيك اليوم رح نعمل مع بعض معمول التمر بالطحين. تابعوني للأخير عشان تذوقوا أطيب معمول بالطحين. وهلأ خلينا نروح مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. لتحضير معمول الطحين بالتمر رح نحتاج نص كيلو طحين أبيض، 250 جرام سمنة دايبة، ومعلقتين قطر، 3 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة محلب، ورشة ملح، ونص كاس مي، و400 جرام تمر مطحون. رح نجيب صحن غميق ونحط فيه الطحين ونحط فيه المحلب. بالنسبة للمحلب اختياري، بس المحلب عن جد بيعطي نكهة وريحة كتير طيبة للمعمول. ورح نضيف رشة الملح والسكر، وبنخلط المكونات كلها مع بعض، وبالأخير رح نضيف السمنة الدايبة. وهلأ رح نبلش نشرب الطحين بالسمنة. مثل ما لكم شايفين عملية تشريب وليست عملية عجن، يعني بدنا نتأكد انه الطحين كله تشرب المادة الدهنية، بس ما بدنا نعجنها عجن، لأني نحنا ما بدنا نعمل عجينة ونحطها بالفرن. نحنا بدنا نعمل معمول لازم يكون حافظ على قوام المعمول، اللي هو قوام اللي هيك بيهرت هرت. رح نغطي العجين ونتركه بالثلاجة ليرتاح حوالي 3-4 ساعات، أو فيكم تخلوه كمان لتاني يوم، لأني نحنا ما حطينا فيه أي خميرة أو بيكنج باودر، فينا نخليه قد ما بدنا بالثلاجة وبعدين نطلعه نستخدمه. هاي العجين بعد حوالي يوم كامل أنا تركته بالثلاجة، وهلأ بدي بلش فتفته، لأني طالع من الثلاجة ماء قاسي شوي لبين ما يتحول عندي العجين. هيك صار عندي جاهز، أنا فتفته، وهلأ بدنا نضيف السوائل. رح نضيف معلقتين القطر، ونصيحة مني لا تكتروا قطر كتير بالعجين، بعدين بالخبز رح القطر هذا ياخد حرارة ورح يفتح معكم العجين أو تروح الرسمة تبعيته. وهلأ بدنا نحط المي بالتدريج ونعجن. طبعا في ناس كتير بتسأل عن أسرار نجاح المعمول، ومن أسرار نجاح المعمول إنه نريح العجين بين كل مرحلة ومرحلة، وكمان لازم نحطه على حرارة مرتفعة، يعني ما يطول بالفرن أكتر من 10 دقايق ربع ساعة. ولازم يكون مقدار السمن أو الدهن نص كمية الطحين أو المواد الجافة اللي عم نستخدمها.
أنا استخدمت نص كاس المي كاملة وما احتجت استخدم أكتر. هيك صارت عنا العجينة جاهزة. رح نرجع نغطيها ونتركها بالبراد لترتاح كمان نص ساعة. لبين ما ترتاح عندي العجين رح نبلش نحضر الحشوة، حشوة التمر. رح نضيف لها معلقة سمنة كبيرة أو معلقة زبدة، ورح نضيف رشة قرفة وما ورد وما زهر. بالنسبة للحشوة مشان تضل عنا طرية لازم تكون رطبة، يعني فيها كمية سوائل كافية، وهيك بتضل عندي التمر لفترة طويلة طري وما بينشف معي. بالنسبة للتمر أنا عملته على شكل كرات صغيرة، وحجم الكرة حسب قالب المعمول اللي بدكم تستخدموه. بعد ساعة طلعت العجين وهيك هلأ صارت جاهزة للاستخدام. كمان بدنا نفككها شوي، بس هي تقريبا هيك مثل ما يكون شايفين صارت جاهزة للاستخدام. هلأ منبلش بناخد قطعة صغيرة من العجين ونعملها على شكل رول، وبعدين بنقطعها لقطع صغيرة. بدنا ننتبه انه بالنسبة لعجينة الطحين لازم تكون اكبر شوي من كرة التمر اللي عملناها. شايفين كيف اكبر شوي صغيرة. هلا بدنا ناخد قطع العجين اللي قطعناها ونعملها على شكل كمان كرات. هلا بدنا نمد العجين ونرقه بايدنا، وبدنا نحصل على سماكة كتير رقيقة، وبعدين بنحط فيها كرة التمر ومسكر العجين، وبنرجع بنلف العجين كلها على شكل كرة مثل ما انتم شايفين بالفيديو. أنا خلصت تشكيل العجين وهلأ بدي أكبسهم بالقالب. القالب أنا اشتريته أونلاين، وأكيد متوفر في بعض الأماكن بالسوق، وهي هي أشكال تبعيته، فيكن تختاروا الشكل اللي بتحبوه. رح نحط القالب بس نضغط ضغطة بسيطة ورح يطلع عنا الشكل اللي بدنا اياه. هذا القالب استعماله كتير سهل، ورسمة تبعيته ثابتة، وكمان شكله كتير حلو. بعد ما نخلص كبس العجين بالقالب لازم نحط الصينية بالبراد حوالي نص ساعة، وبعدين بنحمي الفرن على درجة 250 وبنحط المعمول بالفرن. رح ياخد معنا بالفرن بين 10 دقايق وربع ساعة. طبعا لازم نضل نراقبه، بنقعد جنبه مو بنتركه، وبنروح مثلا بنحضرنا شي فيديو او شي مسلسل اكيد رح يحترق المعمول. هيك صار عندي المعمول جاهز. انا تركته بالفرن مثل ما قلت لكم حوالي ربع ساعة، وريحته بتجنن مع بي البيت. طبعا بالنسبة لحطيتانه بالثلاجة، نحن حطيناه بالثلاجة مشان يرجع يمسك ويحافظ على الرسمة تبعيته، ومثل ما يكون شايفين الرسمة تبعيته طلعت بتجنن.
وألف صحة وهنا. وهي شكل معمولة التمر بعد ما قطعناها بالنص. وهلأ رح فرجيكم كمان كيف العجينة عم بتدوب بالتم ذوبان، عم تتكسر تكسير، وهذا دليل انه العجينة ناجحة 100%. بتمنى انكم تجربوها وتلتزموا بالمقادير وتعطوني رأيكم فيها، وألف صحة وهنا. قبل ما انهي الفيديو اعزائي المشاهدين، بحب لكم على ملحوظة مهمة. اللي ما بحب معمول الطحين وبحب معمول الطحين وسميد، فيه يدخل على رابط الفيديو اللي عملته السنة الماضية لمعمول الطحين والسميد. رح احط لكم الرابط صندوق الوصف، فيكم تدخلوا وتتابعوا الفيديو. كانت كمان الوصفة كتير ناجحة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وبشوفكم دايما على خير. وكمان بحب أقولكم مرة تانية كل عام وانتم بخير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.